شباب سنة أولى، أهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر فادي أيمن، ومعانا سؤال مهم هنا. بيقول لي أوجد في أبسط صورة إكس أس سالب تلاتة في إكس أس سالب أربعة على إكس أس سالب خمسة في إكس أس سالب اتنين. طالب منك حاجة تاني، ثم أوجد القيمة العددية للناتج عندما إكس تساوي كام؟ تساوي اتنين. سيب دي للآخر، تعال نحل ده الأول. تعال نبسط الكسر ده. هنا همسك عندك، همسك هضرب خلص البسط الأول بعدين المقام. هاخد إكس واحدة وفي الضرب بجمع الأسس. سالب تلاتة وسالب أربعة هيديلك سالب سبعة. تحت في المقام عندك هاخد إكس واحدة وهجمع الأسس. سالب خمسة وموجب اتنين هيديلك سالب تلاتة. تمام، يساوي. نزل إكس واحدة عندك هنا، بعمل ايه؟ انا بطرح الاسس. هيبقى سالب سبعة، سالب سبعة ناقص سالب تلاتة. خلاص، سالب سبعة ناقص الناقص دي بتاعت الجسم، خلي بالك اوعى تنساها. ناقص سالب تلاتة هيساوي اكس تساوي. هنا السالب مع السالب هيديلك موجب. سالب سبعة وموجب تلاتة هيديلك كام؟ هيديلك سالب سالب سبعة وموجب تلاتة هديلك سالب أربعة. تمام كده، سالب أربعة. أنا عايز أعرف الإكس بكام، عايز أشيل اتنين الإكس وأحط مكانها كام؟ اتنين. هيبقى اتنين، تمام، أس سالب اتنين أس سالب أربعة. خلاص، تعالى عايز أبسط، عايز يعرف قيمتها كام. تساوي، عشان أخلص من الأس السالب نزله في غير مكانه، هو في البسط خليه في المقام تحت. هيبقى اتنين أس أربعة. طالما غير مكانه يغير إشارته، هو يعتبر في البسط خليه في المقام تحت. بدل ما سالب هيبقى موجب. تساوي واحد على اتنين أس أربعة اللي هي عبارة عن اتنين في اتنين في اتنين في اتنين. يعتبر كده عندك هنا هياتي كده واحد على اتنين في اتنين في اتنين في اتنين. الكلام ده هيساوي واحد على اتنين في اتنين بأربعة في اتنين بتمانية. تمانية في اتنين واحد على ستاشر. يبقى بعد ما بسطنا الكسر اللي هو مديهولك ده أو المجهول اللي مديهولك عن هنا الإكسات دي، عوض عن إكس بكام؟ إكس باتنين. هيطلع عندك اتنين أس سالب أربعة. عشان تخلص من السالب غير، هي في البسط يعتبر خليها في المقام تحت، يبقى اتنين أس أربعة هيطلع لك واحد على ستاشر. خلي بالك من السؤال ده.